من جنس يا حبيبي زي ما انت بتقول انها فعلا تكون سافرت تركيا. السكرتيره بتاعتها قالت انها في لبنان وكل يوم بتكلمها من هناك، يعني الهانم كانت بتفرقنا عشان تستقرب بالكابتن ماجد. هو مش ماجد ده كان عايز يتجوزها وبعدين هي راحت اتجوزت قريبه الغني؟ كان وكنا ده زمان، دلوقتي هي متطلقه ومتريشه، يعني مش محتاجه تتجوز واحد غني. طب ما ده حلو عشانك يا ابني، انت مهندس وغني وابن ناس، يعني عريس لقطه. لقطه؟ ده ليه رد في عين امه، ما هي فرقعتني خلاص. محدش عارف النصيب فين يا حبيبي، استنى لما ترجع بالسلامه واسالها اذا كانت مايله لك ولا مايله لصاحبك. ما اني عملت عليها شغل والله العظيم، عملت لها رجوز، ضحكتها وفرفشتها وفي الاخر قلتوشها مني ابن اللذينه. ما يمكن اللي في دماغك ده كله تهيؤات. وبعدين يا حبيبي مساله الجواز دي بالذات اسمه ونصيب، ومحدش بيقدر يتكلم في الحاجات دي. بص يا ماما، انت فالحه في حاجتين بس، تقولي لي حكايه ملهاش اي معنى وتحرقي الفراخ.